pipes. You got here. اهلا وسهلا بكل العفاريت وملخص جامد وجديد. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم اجمد ملخصاتنا. ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدأ مع هيلي وهي في مسابقة سباحة وبتكون في تدريب مع زمايلها وبتحاول تبقى الأسرع فيهم وبتفتكر كلام والدها ديف بإنها دايما هتكون الأسرع في السباحة ولأن هو اللي كان بيشجعها ويدربها. وبعد ما بتخلص التدريب بتخش علشان تغير هدومها وبتلاقي ديس أختها بتتصل بيها علشان تسألها لو سمعت أي أخبار عن والدها علشان ما بيردش على التليفون، علشان كانت عاوزة تحذره إنه يسيب البيت ضروري زي باقي جيرانه لأن تم إخلاء المنطقة بالكامل بسبب اتجاه إعصار من الدرجة ال5 ناحية المنطقة واحتمال إنه يدمر كل البيوت الموجودة في طريقه. عشان كده ديس حاولت تتصل بيه كتير لكنه ما بيردش فقلقت عليه فبتطمنها هيلي تقول لها ان هي ممكن تروح تطمن عليه بسرعه وترجع قبل ما الاعصار يضرب المنطقه. وبتكون في طريقها لبيت ديف لكنها بتلاقي ان الطريق غرقان وممنوع العبور من خلاله. وبتقابل واين صديقها القديم وبيقول لها ان ممنوع اي حد يعدي من المدينه بسبب انها شبه غرقانه، فبتوهمه ان هي هتلف من على الطريق لكنها بتجري منهم بعربيتها. وبتكمل طريقها لوالدها علشان ما بيردش على تليفونه. وبتوصل البيت وبتلاقي الكلب بتاع والدها موجود في البيت لوحده وبتلاقي صور ليها ولمامتها في كل مكان. وبتخمن ان والدها ممكن يكون راح لبيتهم القديم المعروض للبيع وبتتحرك عليه ومعاها الكلب بتاع والدها. وبتكون الميه بدأت تعلى في الشوارع وبتوصل هناك وبتفضل تدور على ديف في البيت لحد ما بتلاقي ان باب البلكونه مفتوح فبتحاول تتصل بيه وبتلاقي ان تليفونه معمول صامت وموجود في المطبخ فبتتأكد ان والدها موجود. وبعديها بتسمع صوت الكلب جاي من ناحيه بدروم البيت فبتروح على البدروم على امل ان هي تلاقي والدها فبتنزل تدور عليه لكن الكلب بيرفض انه ينزل يدور معاها.